اهلا بكم من مطبخي مطبخ الواحد ام احمد. ازيكم حبايب قلبي كلهم متابعين؟ يا من ايه، يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات، وشكرا لكل كلامكم الطيب وسؤالكم عني اما غبت عنكم يوم او اتنين. وحشتوني فعلا قوي قوي قوي، وحشنا الكلام معاكم والرغي معاكم. ويلا نبدا اليوم النهارده بيوم جديد وفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللي لسه اول مره يشوفني ما تنسيش تشتركي في القناه عشان خاطر تنضمي لعيلتي ونكبر بيكم ان شاء الله. وما تنسيش كمان تحطي لي لايك كده لو عجبك الفيديو، ولو ما عجبكيش الفيديو حطي لي ان لايك. وهتعملي ايه بقى النهارده يا بنتي يا ام احمد؟ النهارده حابه ان انا اعمل فطار كده حلو، يعني حابه ان الطبق يبقى مليان كده وفطار يبقى حلو ومميز. كان عندي فول، عملت بيض، قطعت كمان شرايح من الخيار والطماطم وكمان جزر، وكان عندي شريحه واحده بس من اللانشون، حطيت واحده، وعملت طبعا كوبايه الشاي بلبن اللي هتبلع الاكل. ما يمنعش ان كل ده نعمله بربع رغيف، يعني بجيب ربع رغيف ان شاء الله. الفيديو الجاي هعمل لكم عيش التورتيلا اللي هو اللي بتاع الدايت اللي بتشرى جاهز، سعراته قليله قوي. وبدل ما ناخد ربع رغيف من الابيض، لا احنا ناخد رغيف كامل من التاني، بيبقى سعراته قليله وبيبقى رغيف كامل، ونقدر نعمل منه وصفات كتير. مش مجرد ان هو عيش هنغمس بيه الاكل وبس، لا ده احنا هنعمل منه وصفات كتير قوي قوي واكلات حلوه قوي قوي هتعجبكم ان شاء الله. استنوا الفيديو بتاع بكره وتشجعي معايا كده، فوق لنفسك، فوق لصحتك، فوق لوزنك. ما تخليش الايام تاخدك والعمر ياخدك، لان كل ما بنكبر في السن كل ما الحرق بتاعنا بيقل. يعني حرقك في العشرين غير في التلاتين غير في الأربعين. بلاش تستني العمر يجري بيكي. وفعلا السمنة مقبرة الجمال، بتداري جمالك، بتداري حلاوتك، بتكبرك أكبر من عمرك، بتخليكي مش عارفة تلبسي، بتخليكي مش عارفة تتحركي، بتعملك ألم في رجلك، في طلوعك، في نزولك السلم، في حركتك، في صلاتك، في كل حاجة. وكمان بتأثر على الظهر وبتأثر على حاجات كتير. فبجد التخن وحش جدا جدا. ما تسيبيش نفسك توصلي لمرحلة كبيرة. أنا بستغرب قوي لما بلاقي بنات صغيرة في السن في العشرينات ووزنهم زايد جدا، يمكن معدي ال100 كيلو. كل يعني بستغرب قوي ان هما ليه سايبين نفسهم كده. محدش يقول اصل ما مش قادره اعمل رجيم، اصل ما بعرفش اعمل رجيم، اصل مش عارفه اتابع مع حد. انا واحده من الناس عمري ما تابعت مع دكتور، بعمل مع نفسي. اهم حاجه يبقى البني ادم عنده اراده. طول ما انت عندك اراده هتوصلي لكل اللي انت عايزاه. الاراده هي اللي بتوصلك لاي حاجه انت عايزاها. هتوصلك لبيتك ان دايما يبقى كويس، هتوصلك ان حياتك الزوجيه تبقى كويسه، هتوصلك ان ولادك يطلعوا كويسين، هتوصلك في شغلك لحاجه كويسه، هتوصلك في حياتك لحاجه كويسه. فلازم يبقى عندك إرادة، وإرادة قوية قوي. ما ينفعش شوية أكل وشوية محشي وشوية حاجات يهزموكي. حتى لو هزموكي يوم ترجعي تقفي على رجلك من أول وجديد وتكملي، مش خلاص تحبطي بقى وتريحي. فدايما لما أجي أعمل دايت وأنزل، فاللي يسألني هو أنت عملتي إيه، قفلت بقي. يعني الفكرة إن قفلت بقي. أنا بحب أما بعمل حاجة أعملها صح، بحب دايما يبقى عندي إرادة في أي حاجة بعملها، حتى لو حاجة صغيرة أحب دايما إن يبقى عندي إرادة فيها. واهم حاجه ما تسمعيش لحد، ما تسمعيش اللي يقولك انت هتعملي ازاي، انت هتجوعي، انت هتعمل، انت هتسوي، انت شكلك هيبقى وحش، انت وشك خس ليه كده. لان دايما اول ما بنبدا نعمل دايت اول حاجه بتنزل هي الوش، وبيبدا الانتقادات بتاع انت وشك خس قوي، فتبداي تقولي لا انا بقى شكلي وحش. لا، انت بعد ما بتوصلي لوزن كويس بيبدا وشك اول حاجه بترد. زي ما الوش اول حاجه بتنزل، هو فعلا اول حاجه بترد وبيرجع شكلك الطبيعي. وبالعكس بتبقي شكلك احلى وعندك ثقه في نفسك اكتر. عملتي ايه النهارده بقى يا ام احمد، وجبتي ايه من السوق؟ انا جبت النهارده بصل وبطاطس وخيار وفلفل. عايزه اقول لكم الاسعار بتاعه الفاكهه غاليه جدا جدا، ما لقيتش الا ارخص حاجه في السوق وهي الاناناس ب20 جنيه. فجبت اناناس، جبت كيلو او كان كيلو وشويه. النعناع طبعا ريحته ضربت في مناخيري، انا واحده عاشقه للنعناع، بحب النعناع قوي وبحب ريحته، بحب في الشاي، بحب لوحده، يعني بحب اشربه قوي. فجبت لفه كده نعناع، انا هنشفها لان البرطمان اللي قدامكم ده الصغنون اللي غطاه اصفر ده فيه نعناع، فما ساعدش فيه إلا شويه صغيرين. فقلت اجيب رابطه الحزمه ب5 جنيه. جبت نص كيلو بس من الخوخ لان انا هعمله في وصفه، فهغليه دلوقتي، يعني هغليه احطه في ميه مغليه عشان خاطر احوله لكمبوت، لاني محتاجاه في وصفه كده ان شاء الله هتنزل لكم على القناه بتاعت حلو حادق ام احمد، بما اننا داخلين على وصفات الصيف فنحاول نعمل وصفات بقى ترطب على قلبنا. جبت طبعا ليمون وحاولت ان انا استف الحاجه بتاعتي، وجبت كمان طماطم، يعني الحاجات اللي كانت ناقصاني جبتها. طبعا لفيت لفه في السوق كده اسال على اسعار الفاكهه بقى، بما اننا في الصيف بقى، والفاكهه ما شاء الله انواع واشكال، من فراوله لاناناس لخوخ لبطيخ، بصوا، لجوافه، لعنب، ما شاء الله. الفاكهه كده الواحد بيشوفها قلبه بينشرح، لان الصيف اصلا داخلين على حر وبتاع. فتيجي تدوري تلاقي ان الفاكهه هي اللي بتفيد العيل اكتر. وكمان العيل ما بتاكلش في الحر، يعني في الحر اللي قوي العيل ما بتعرفش تاكل. قلت يا بنتي يا ام احمد لفي لك لفه كده واسالي على الاسعار. اللهم صل على النبي، العنب ب150 جنيه الكيو ب100 جنيه.
الأناناس أرخص حاجة في السوق وهو ب20 جنيه، الجوافة ب35 و40، الخوخ ب60 جنيه. أنا بتكلم على الفاكهة الحلوة، في حاجات أقل بس تعبانة، فاهماني؟ يعني في حاجات أقل في الأسعار، بس يعني الخوخ الصغنون الزبل الصغنن ده تلاقوا، اللي هو الأخضر لسه حادق ومش حلو، ده بيبقى ب40 كده. فأنا جيت ألف لقيت اللهم صل على النبي، يعني الواحد عشان يجيب له صنفين فاكهة كل سوق أو حتى مرة في الأسبوع، فأنت عايزة لك لوحدك مثلا بند 120 جنيه كده بس فاكهة، من غير بقى أي حاجة تانية. فربنا يسهلها علينا يا رب. قلت بقى ايه، عشان ما اسيبش كده الرابطه الحزمه دي ملفوفه في بعضها كده، مفكها كده وفرفطها على الصينيه، خلي الريحه تفحفح. وهمسكه اغسله بقى ونشوفه فوطه كويس، وبعد كده انشفه. انا هحطه في البلكونه. هو الجو دلوقتي حار، فهو هياخد في الشمس يوم واحد هتلاقوه نشف على طول. مش هسيبه كتير كمان، مجرد ما احس ان هو خلاص نشف هدخله جوه عشان خاطر ما يسودش، واعبيه بقى في البرطمان. يبقى عندي كده. اما احب اعمل كوبايه نعناع، اي عيل بطني بتوجعني يا ماما اعمل لك كوبايه نعناع. انا بحب قوي اشرب الشاي في النعناع، يعني ما بحبش اشرب الشاي لوحده، احب مع نكهه نعناع كده تحلي طعمه كده. طبعا نضفته من اي ورقه كده ولا كده. عايزه اقول لكم ان ال3 حزم دول ب5 جنيه، يعني تحفه وريحته فظيعه، غير اللي انا جبته. فاكرين لما كنت في الشتاء كنت جبت رابطه كده وقعدت شهر على ما نشفت. ده غيره خالص. عايزه اقول لكم انا حطيتها ما فيش، نشفت على طول ما كملتش. طبعا الخوخ ده انا حطيته كده عشان خاطر اغسله، وبعد كده همسكه. لو انت حابه تعملي كمبوت خوخ تحفظيه عندك، بتغليه في الميه وبعد كده بتقشريه. ما بتغليه بقى القشره بتلاقيها بتتقشر معاكي بسهوله، وبتقدري ان انت تستخدميه بقى لو انت هتعملي بيه كمبوت ولا حاجه. جبت النهارده بقى سمك قمره، دي اسمها عندنا اسمها قمره، انا مش عارفه عندكم. ده مش البلاميطه يعني، ده مش المكاريل، ده حاجه وده حاجه، دي اسمها قمره. فقلت النهارده انا هعملها صينيه كتغيير. والله انا عندي الانبوبه على الفرن، بس احنا ايه، تغيير يعني. مره هنشوي، مره هنقلي، مره هنعمل صينيه. انا ما عملتش صينيه من زمان قوي، فقلت هغير النهارده كده واعمل صينيه. وكمان الخضار اللي مع الصينيه بيشبع. انا بقيت بجيب كيلو سمك، انا كنت الاول بجيب 3 ارباع، بقيت بجيب كيلو عشان ما اكلش نشويات كتير. يعني اكل انا سمك وما اكلش نشويات كتير. يعني مثلا ممكن ليكي من ربع لنص كيلو سمك لوحدك، فما اكلش بقى نشويات، ما اكلش رز كتير، فاشبع انا ايه من السمك. والسمك اصلا خفيف وما بيشبعش. فانا ايه، فاكل انا سمك عشان خاطر ايه، نحاول ان احنا نشبع، ما بقاش عندي احساس بالجوع لفتره كبيره. الموضوع مش واخداه على اعصابي قوي، وان لازم وان ما مش لازم. لا عادي، لو انا نفسي في اي حاجه باكلها على فكره، بس باخد منها معلقه صغيره. عامله حاجه حلوه باخد منها معلقه صغيره. باكل كل اللي نفسي فيه، مش موضوع ان لا. وفي حاجات بقى اللي هي ملهاش لازمه، يعني شيبسيات الكتير اللي ملهاش لازمه، الايس كريمات من المحلات كتير. ابني جايب ايس كريم، خد يا ماما. يعني الحاجات اللي هي من الاخر كده مش ملهاش لازمه، مش بتفيد، لا ما باخدش منها بصراحه. يعني بيجي لي اغراءات كتير، بس الحمد لله انا بقدر نوعا ما يعني اتحكم في نفسي شويه في الحاجات اللي زي كده. اوقات ببقى تعبانه او يوم شغاله كتير وجعانه، لا ممكن اليوم ده ازود في الاكل شويه، لان اتحركت كتير وعملت مجهود كتير وحاسه ان انا هفتانه. ممكن ازود بس في الاكل حاجه بسيطه. هقطع بقى شويه خضار علشان خاطر اعمل بالسمك. وعايزه اقول نتكلم بقى في شويه كلام النهارده كده من اللي احنا كلنا بنحبه، او شويه تشجيع وشويه دافع كده يدفعنا للحياه، واحنا ايه بنكمل الروتين مع بعض. عايزه اقول لكم ان انا بعد ما كملت 30 سنه او بعد سن ال30 حسيت حاجات كتير قوي متغيره في فكري انا نفسه. مش عارفه انتوا كلكم هتحسوا بنفس الفكر ده ولا لا. اولا انا حسيت ان العلاقات الكتير او الناس الكتير في حياتنا ملهمش لازمه بصراحه. يعني احنا بصوا، انا واحده من الناس اجتماعيه جدا، بحب اتكلم مع كل الناس، بحب اتصاحب مع كل الناس. كل الناس حبايبي وكل الناس على راسي من فوق وكل الناس اصحابي. بس يعني من بعد سن ال30 كده حاولت ان انا ما ادخلش الناس في حياتي اكتر من اللازم. يعني بلاش تدخلوا الناس في حياتكم اكتر من اللازم، سواء حبيبتك صاحبتك جارتك اختك، يعني ما تدخلوش الناس في حياتكم. الحياة اللي هي الشخصية مش الحياة العامة. الحياة العامة عادي، يعني اما تقول انا جبت كذا انا اشتريت كذا، من باب ان انت بتحكي وان هي حبيبتك وصاحبتك، عادي ما فيش مشكلة. بس في فعلا حياة شخصية لازم تبقى بيتك مقفول عليها. ما تدخليش الناس في كل، ما يبقاش الناس عارفين كل حاجة في حياتك وكل حاجة في بتعمليها وكل حاجة. هتقولي طب ما انت يا ام احمد بتحكي، انا بحكي اليوميات بتاعتي. يعني احنا عاملين زي اللي ايه بنتفرج على مسلسل كده. فبحكي اليوميات بتاعي، لو انا جبت طماطم وخيار وطبخت محشي وبط وفراخ. ده الحياه اليوميه. بس طبعا انا يومي فيه حاجات كتيره جدا 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 محدش يعرف عنها حاجه. يومي في شغل، في تنظيف تاني، في غسيل مواعين بعد شغل. يعني انا بجيب لكم اليوم يعتبر ده ربع يوم، يعني اللي بنزل لكم ده ربع يوم من يوم الكامل.
باصور مقتطفات من ربع اليوم، اليوم بيبقى مكمل في شغل، مكمل في تسليمات، مكمل في مشاكل بتحصل في التسليم، لا زبونه اخذت الطلب فمش عايزاه بترجعه لي تاني فانا بضطر اصرف في تاني، لا واحده جابت خدت حاجه اتقلبت منها، لا انا بشطب المطبخ بعد الشغل، لا حصل لي مشكله، لا حاجه باظت، لا حاجه اتكسرت، لا ابني عمل مشكله مع حد، لا حد عمل مشكله مع ابني. يعني اليوم بيبقى طويل وفي حاجات كتير قوي 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 محدش يعرف عنها حاجه، فاهمني؟ فبلاش تدخلوا الناس في حياتكم اكتر من اللازم، اعرفوا ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش مع كل الناس، مع كل الناس مش مع حد معين، لا خلي هيبقى لك حياة خاصة كده مقفولة كده عليكي محدش يعرف عنها حاجة. هتقولي والله الواحد بيبقى مخنوق وحابب ان هو يحكي وحابب ان هو يتكلم، هو محدش هيفيدك بحاجة، ما انت لما تحبي ان انت تتكلمي وتفضفضي ما هو ده انت مش هتستفادي حاجة اصلا. يعني اللي هيقولك معلش قولي انت لنفسك معلش، يعني انت صبري نفسك بنفسك، يعني انت مستنيه ان حد يقول لك معلش، خلاص انت اقعدي مع نفسك كده وطبطبي على نفسك، هاتي لك كوبايه نسكافيه حلوه كده واشتري لك شوكولاته حلوه واقعدي مع نفسك كده بعد ما العيل تنام، ولا اقفلي على نفسك واقعدي مع نفسك كده وقولي معلش، قولي معلش نفسك، حاولي ان انت تكافئي نفسك او ان انت تضيعي الزعل بحاجه بسيطه لنفسك، كشوكولاتايه ككوبايه نسكافيه حلوه هتعملها مع نفسك كده. حاولي ان الولاد تنام بدري واقعدي مع نفسك شويه، صفي ذهنك، فكري. يعني انما انت الناس هتعرف عنك كل حاجه. عايز اقول لك ان النهارده حبيبك كمان 3 4 دقايق عدوك اللي خد منك الكلمه ممكن يلف من وراكي ويحكيها، يبقى انت كده ايه اسرارك على كل لسان. خلي دايما حياتك ليكي حياه شخصيه كده مقفوله عليكي، محدش يعرف عنها حاجه. قللي ناس على قد ما انت قادره، قللي مش قللي ناس وقللي علاقات، قللي الكلام مع ناس على قد ما انت قادره، لان الكلام مع ناس كتير والقعاد مع ناس كتير بيوقعك في غلط كبير، بيوقعك ان انت بتتكلمي بقى وبتجيبي من هنا ومن هنا ومن هنا، فانت بيوقعك في غلط كبير. فبعد كده يرجعوا لا ده قالت ده عادت يمسكوا عليك، خصوصا الناس اللي بيبقوا واقفين لك على الواحده. في اوقات ناس في حياتنا بيبقوا واقفين لنا على الواحده لو انت مستنين تتكلمي، فالناس اللي زي كده حاولي تقللي كلام معاهم على قد ما انت قادره، تقللي قعد معاهم على قد ما انت قادره. حاجه كمان ما دام انت راضيه ربنا وبتعملي الحاجه بما يرضي الله، مش بما يرضي الله بقى من وجهه نظرك انت، لان انا بشوف ناس بتعمل حاجات بما يرضي الله من وجهه نظرهم هم، لا بما يرضي الله بجد، اللي هو انت عارفه ان هي بحب اجيب حقي، بس بجد بعد سن ال 30 حاجات كتير قوي اتغيرت فيا، ما بقتش عندي الاهتمام الكامل ان انا فعلا عايزه اجيب حقي، ما بقتش عندي الاهتمام ان حد قال عليا ولا قالوا طيب ماشي مفيش مشكله، قالوا طيب ماشي، بجد يمكن بسمع اللي بتقال عليا بضحكه، عارفين الضحكه الصفراء بسمعه بضحكه صفراء كده. ما بقتش اهتم قوي مين قال عليا ومين عاد عليا ومين سوى ومين ما سواش، ما بقتش اهتم اللي قدامي ده فاكرني حلوه فاكرني وحشه، ما بقتش اهتم لكل الكلام ده. بجد لو انت حطيتي اهتمام للناس انت هتتعبي، مش هتعرفي تكملي حياتك، مش هتعرفي تعيشي حياتك مبسوطه، هتبقي دايما متعكنين عليكي، دايما ده قال عليا فانا زعلانه ومعكوره، اصل مش عارفه مين ده قال عليا، اصل معكوره ده مين عاد لا. فانت فعلا لما تشيلي اهتمامك من الناس وخلاص ما عادش يبقوا في بالك وما عادش يبقوا في تفكيرك، ما اللي قال اللي عاد. اولا ان حد قال عليكي انت حلوه ونظيفه وشاطره ومؤدبه ومحترمه وميطلعش منك العيب مش هتخشي الجنه. ان حد قال عليكي وحشه و... ولسانك طويل وعملتي وسويتي وخبيثه مش هتخشي النار. فهو رأي الناس فيكي لا هيدخلك الجنة ولا هيدخلك النار، فرأي الناس ده آخر حاجة احنا نحطها في اهتماماتنا، آخر حاجة، أصل قالوا يقولوا، أصل عادوا ما يعيدوا. فخليكي كده ايه ريلاكس، لان بجد الحاجه اللي احنا بناخدها على اعصابنا دي بتاثر على حياتنا، بتاثر على تربيتنا لاولادنا، بتاثر على عيشتنا، بتبقي قاعده اليوم اللي انت هتزعلي فيه من حاجات تافهه هتلاقيكي مش عارفه تكملي يومك، مش قادره تعملي حاجه، مزاجك وحش، عماله تتعصبي على اولادك، مش قادره تشوفي خلي بالك من اي حاجه في بيتك، فده بيأثر عليكي بالسلب. فاي حاجه بتأثر عليكي بالسلب حاولي ان انت ترميها ورا ظهرك وما عدتيش تفكري فيها تاني وما عدتيش تسمعي لها اصلا تاني، خلاص ما عدتيش تفكري في كلام الناس، اللي قال حلو حلو اللي قال وحش، والله اللي شايفك حلو اهلا وسهلا، اللي شايفك وحشه يبعد عنك وما عادش ليه دعوه بيك ولا علاقه بيك. دخلت بقى صينيه السردين كده في الفرن، وعايزه اقول لكم كانت تحفه 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 كده، والولاد قالوا ماما احنا جعانين، انا مش هتغدى مش هاكل دلوقتي لان ايه انا بقيت بتاخر في الغدا دلوقتي، ما بيكونوا هم عايزين، اوقات هم بيتاخروا معايا بيبقى وراهم دروس وكده خلاص باكل معاهم، اوقات بيبقى ماليش نفس شربت ميه كتير او اكلت سناك مثلا جزريه او خياريه او حاجه من الفاكهه، فانا كنت كلت ايه حبيت خوخ كده ومش عارفه ايه، فما كانش ليا نفس اكل بصراحه، فقلت لهم انا عندي شغل، انا كنت بجهز الشغل يعني، قلت لهم على ما اخلص الشغل ابقى اكل، فغرفت لهم كده كل واحد طبقه، احط بقى القارب ده على البوتاجاز وغرفت لهم الرز بتاعهم اهو،
وهيروحوا بقى عشان خاطر يتغدوا، وانا بقى ان شاء الله بعد ما اخلص الشغل بتاعي ابقى اغرف واكل ايه براحتي. عايزه اقول لكم الواحد عمل النهارده شويه بوكسات عسل. عايزه اقول لكم ساعه ما نزلت البوكسات دي اتجننوا، لو عايزين يا ام احمد، هم كانوا اصلا 7 بوكسات بس، في الكل عايز بقى. فقلت لهم ان شاء الله هبقى اعمل لكم مره تانية. في حاجات كده ما بغيب عنها ما بعملهاش، انا من زمان قوي ما عملتش بوكسات. فاول ما عملتها بصراحه كانت عاجبه الناس وكتير كان عايز. فربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا دايما، ويرزقنا جميعا من وسع، يرزقني ويرزقكم يا رب. اهم حاجه رزق حلال طيب مبارك فيه. واشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامه.